بص بقى، في مشروع في سيدي عبد الرحمن محدش بيتكلم عليه كتير، يمكن لانه مشروع رايق قوي، بيختار العملاء بتوعه بعناية جامدة جدا. سبب تاني ان المشروع ده الفترة اللي فاتت ما كانش فيه اي معروض للبيع. المشروع ده اختار المكان قبل ما المكان يبقى ترند، في الكيلو 133 في سيدي عبد الرحمن. طب ليه دايما الناس بتدور على سيدي عبد الرحمن تحديدا؟ من انقى المية اللي في الساحل. المطورين الكبار اختاروا سيدي عبد الرحمن زي مراسي زي هاسيندا، انت بين العالمين وراس الحكمة. عائد استثماري عالي جدا جدا، دايما دايما الطلب اكتر من المعروض. تعالوا بقى نرجع لمشروعنا. مشروعنا مصنف ان هو بوتيك ريزورت، يعني ريزورت صغير فيه كل الخدمات اللي هتخليك مش محتاج تخرج منه. الجديد بقى اللي انا جاي اقوله النهارده ان الفتره دي هيتم طرح بيع غرف فندقيه في المشروع ده، غرفه وغرفتين، استلامك خلال سنتين. لو انت بتحب الروقان والخصوصيه اكتب لي كومنت او ابعت لي وقول لي ان انت محتاج تفاصيل.